نفس القصه هي الاهلي والمصري استاد برج العرب. مين اللي على اليمين؟ مين؟ النادي الاهلي استاد ايه؟ برج العرب. ورغم اللي هو اصولا لو الجدول طبيعي يلعبوا في القاهره، لكن ما لعبوش. لكن وانا بدور على القصه دي عشان اقول لك يا كابتن عبد الله، لقيت مفاجاه عمري ما شفتها في حياتي، ولا حد هيصدقها، اللي هي ولا حد هيستوعبها، سواء من له علاقه بكره القدم او مش له علاقه. اتفضل. استبعد الماتشين بتوع الاهلي والمصري والاسماعيلي لان دول بيتلعبوا في برج العرب. النادي المصري اختار استاد السويس قريب منه اللي يكون ملعبه، وده شيء طبيعي لان المصري ما عندوش ملعب. خد بالك المصري لا يملك ملعب، الملعب اتهد. لا، الملعب المصري يملك ملعب، وهو المفروض كان ينتهي من الانشاءات وما تم الانتهاء. ماشي، امور امنيه ما لناش فيها. هاي مش امنيه. لا، امور ما لها دخل امنيه. انا بقول لك كونستراكشن يا كابتن. خلينا بس في الفايده. بناء خلينا في الفايده يا كابتن. ما عندوش ملعب. خليه يكمل. خلينا في الفايده يا كابتن. ما عندوش ايه؟ ملعب. طيب ينفع نادي يتبقى له 18 مباراه يلعب ال 18 مباراه على استاد السويس ملعبه؟ الجدول كله موجود معايا. 18 مباراه على ملعب المصري من 18 في حادثه تحدث للمره الاولى في تاريخ الدوريات العربيه والعالميه والافريقيه وكل الدوريات. اللي بيحصل ده ما شفتوش في حياتي. انا مش هقول هاني زي الناس ما بتقول هنا ابو رضا من بورسعيد واحمد دياب من بورسعيد فبيجاملهم. لا، دي خارج نطاق المجامله وخارج نطاق العقل. الناس ما تستوعبش ازاي انا مثلا اتحاد السكندري يبقى عندي ماتش العب في استاد. نعم. حتى لو فيها قرعه، هل القرعه تجيب ال 18 مباراه اللي الملعب اللي المصري اختار ملعبه كالسويس؟ لكن السنه اللي فاتت كان بيلعب مثلا في برج العرب وحرس الحدود والكلام ده، برضه ما اختلفنا. انا قصتي تانية خالص. 18 مباراه هيقاموا في ملعبه. الاتحاد السكندري يملك ملعب استاد اسكندريه، ولا غبار اللي المصري يلعب في اسكندريه. مفيش اصلا ممانعه. مفيش ممانعه يلعب في برج العرب مع فاركو، مفيش ممانعه يلعب مع حرس الحدود، مفيش ممانعه يلعب مع المحله. هو مش ممنوع. مفيش ممانعه يلعب مع الجونه. الكلام ده مش ممنوع. طيب. نعم. بس السؤال، انا عمري ما شفت لنادي، عشان كده انا بقول لك بطل الدوري السنه دي في الدور الاول المنافس القوي النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز هو النادي المصري.